السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. معاكم رندا احمد من قناه تستيلسي. النهارده هنعمل صنف بسيط سهل خالص برغم سهولته، يعني لان ناس كتير بتشتكي ان هو بيفك منها. احنا هنعمله بطريقه سهله خالص وبسيطه. احنا هنعمل الهاش براون بتاعه ماكدونالد اللي بنلاقيها في الفطار دي. طريقتها خالص بسيطه، بطاطس عاديه جدا. هي الفن كلها في طريقه الاعداد والتسويه، لا فيها بهارات معقده ولا فيها اي حاجه خالص. طبعا زي ما انتم شايفين شكلها جميله ازاي، من الحاجات اللي بحبها. طعمها خفيف ومفرغه كده. وهنقول لكم ازاي ما تخلوهاش تشرب زيت كتير. يلا نبدأ بسم الله ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عندي انا استخدمت بطاطستين كبار، دول حوالي نص كيلو. تمام. استخدمت معاهم نشا، وهقول لكم هنحط نشا قد ايه. واستخدمت ملح وفلفل اسمر ورشه شويه من الاوريجانو، رشه مش كبيره يعني، ورشه صغيره من الكاري. انا بفضل الكاري والاوريجانو اضافات انا بحبها، انما في الطريقه الاصليه هي بتبقى ملح وفلفل اسمر بس. هستخدم بقى المبشره عشان دي هو الفن كله في الحته دي، وهبشر على الوش ده. مش هستخدم اي وش تاني، هو الوش ده. هبدا ابشر البطاطس بتاعتي على الناحيه دي. تمام. اهو اللي انا عايزاه. اهو لو حابه تقصريها شويه تقصيها شويه مفيش مشاكل، بس انا بحبها كده مفرغه بتبقى احلى. اهوت لحد ما خلصت الكميه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هنزل في بالبطاطس بتاعتي ديت في مصفى كبيره وتحتها طبق طبعا، وهنزل عليها بميه ساقعه متلجه. ميه متلجه. الازازه دي كانت عندي في الفريزر شويه، ساقعه جدا. هنزل بيها كده اشطف البطاطس شطفه عشان ما يبقاش فيها نشا تخليها ملزقه في بعض. تمام. اصفيها كويس بعد ما شطفتها وغسلتها. وهروح على النار، طاسه كبيره، واحط فيها معلقه كبيره سمن، هنقول معلقتين 2 سمن. تمام. وهنزل بالبطاطس بتاعتي. ايه ده انت هتسويها كده؟ لا انا مش هسويها، انا بس هدبلها شويه. يعني انا ممكن استخدمها تبقى البطاطس مسلوقه نص سلقه، بس انا ما فضلتش الطريقه دي، حسيت انها ما بتطلعش مفرغه قوي زي دي احسن. يعني انا جربت كذا طريقه، بس دي كانت افضل طريقه معايا يعني. دايما لما باجي اعمل وصفه بستخدم كذا حاجه عشان اقدر اشوف ايه احسن حاجه فيهم، واقدر اطلع بافضل نتيجه. تمام. اهوت. هديها تشويحه بقى لحد ما تبقى عندي زي ما انتم شايفين كده متدبله. حسيتها بقت شفافه شويه، بس ما اتحمرتش ولا استوت ولا اي حاجه، اهو زي ما انتم شايفين. تمام. خدتها بقى ونزلت بالبهارات بتاعتي، رشه من البهارات اللي انا كنت حطاها في الطبق. انا ما استخدمتش، استخدمت ملح على حسب البطاطس وفلفل اسمر، واستخدمت 3 معالق كبار من النشا. وهقلبها، لازم اقلب الميكس ده كله مع بعضه، اتاكد النشا والبهارات بقت في كل بطاطسايه من البطاطس المبشوره دي. اهي. طبعا الغسيل الكويس بيخليها تبقى مفرغه وما تشربش زيت كتير. اهم حاجه ان انا اغسلها كويس كذا مره. طيب جبت بقى حاجه مستطيله، عايز تعمليها مستطيله مربعه براحتك خالص، مفيش مشاكل. انا هعمل شويه كده وشويه كده. دول انا عندي جبت صينيه مستطيله لها حرف كده خفيف، وهبدا انزل البطاطس بتاعتي وافردها في الصينيه. البطاطس بتاعتي ما بيبقاش سمكها تخين، لا بتبقى وسط. اهوت. انا بس بحاول افردها بالمعلقه او بالسباتيولا، لان هي بتلزق، اخد بالي في اللحظه دي انها بتلزق. انا حتى بصوا كل ما اجي اضغط عليها بايدي الاقيها طلعت في ايدي زي ما انتم شايفين كده. فهشطف ايدي وارجع ايه يعني اخبط عليها خبطه في، شايفين؟ فانا في اللحظه ديت يا اما قدامي حل من الاتنين، يا اما ابل ايدي زيت، يا اما اشطف ايدي بسرعه وارجع اسويها لو مش هعمل فيها كتير. اهو. خلصت بقى الكميه. لا انا كان عندي شويه كمان عيناهم كده على جنب، يعني دي مش الكميه كلها. اهو. هبدأ بقى احززها بس بالسكينة عشان لما اجي اطلعها تطلع معايا. طيب الهاش براون ممكن اعملها بالطريقة ديت واخزنها في الفريزر واطلعها على القلي على طول، ما فيهاش اي مشكلة. زي ما هي كده وارميها في الفريزر، وهطلعها قطعة كده واقلي على طول. تمام. انا بس هركنها شوية بس تبرد شوية. ودول كانوا كام واحدة كده مدورين، حتى قلت اسويهم بايدي وانا شغالة في الزيت. هنعمل ايه بقى؟ الطاسة عندي الزيت سخن، وبليت ايدي شوية زيت وبدأت اسوي البطاطس بتاعتي وانزل بيها في الطاسة. الزيت بتاعي سخن ونزلت بالبطاطس مره واحده، يا دوبك بمجرد ما البطاطس تتشمع هحركها. اهي. ما شاء الله هيت النار عاليه عليها، ولا فكت ولا فرطت ولا اي حاجه. طبعا انا كنت في اللحظه دي بسوي التانية وهنزل بيها اهيت. على زيت سخن طبعا. هبدا بقى، بصوا شايفين اهيت، ولا فكت ولا اي حاجه، بشيلها عادي بالمقصوصه اهيت، ما فيهاش اي مشكله.
اهوت. هقلبها على الناحيه التانية. انا هي كده لسه يعني لسه ما لونتش زي ما انا عايزه، بس انا بقلبها الناحيه التانية عشان اوريكم انها ما بتفرطش اهيت خلاص. تمام، هي متماسكه اهي وجميله، وهتلاقوها حتى مفرغه والدنيا تمام. وحته ان انا احط فيها نشا ده ما بيخليها ما بتشربش زيت كتير اهو. طبعا بقى انا هوريكم اهيت. شوفي بعد ما طلعت ما شاء الله سمكها حلو ومفرغه طريه، حتى طريه من جوه، ما تحسيش انها مهروسه، لا تحسيها مفرغه كده وفلافي يعني. فاهمين؟ مفرغه اللي هي عارفين، ما تحسوهاش كتله واحده كده، لا بالعكس كانت جميله. كان صنف خفيف جدا والولاد دي بيحبوه. انا جربت احط عليها بيض بس مفضلتش الطريقه اللي فيها بيض، برضو دي احسن واقتصاديه اكتر كمان اهوت. قررت بقى اروق عليهم، قلت ما احط شويه هوت صوص جنبها، وحطيت كوبايتين زي ما انتم شايفين كده، كاسين عصير برتقان. ويبقى كده فطار هادي رايق. ممكن تسلقوا جنبه بيضتين، قطعه جبنه خفيفه، ممكن استخدمها سندوتشات، يعني اللي تفضليه طبعا. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوا الوصفه سهله وبسيطه، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. ولو احتجتوا اي حاجه سيبولي في الكومنتس تحت. مع السلامه.